طبعا انا الوحيده اللي هقضي راس السنه بالبيجامه الزرقاء دي، راضيه تماما ادخل السنه الجديده بالوش اللي مليان بشاشه وفرحه دي. شايفين الفرحه؟ هي محلاها عيشه الفلاحه. بس انا مش قلقانه الا من حاجه واحده بس، ان يطلق عليا لقب الست النكديه. قومي يا بت، قومي شوفي شغلك، فوقي لنفسك، شوفوا مصالحك. خطوات تحويل الكائن العبصبوري ده الى كائن بابا نويلي بشوش ان شاء الله. هتجيبي عندك اي حاجه لونها احمر، بيجامه حمراء، زالوفر احمر، حتى لو مش عندك اي حاجه ان شاء الله حتى كوفيه اضربي اسود في اسود تحت واضربي الكوفيه فوقها هتبقي زي القمر. لبسنا بابا نويل الحمد لله. تعالوا نعمل لوك بسيط في وشنا عشان السنه الجديده. انا عايزه بس اسالكم سؤال، بابا نويل ده ولا مش بابا نويل؟ طبعا باين عليا ان انا مستحميه، ودي خطوه مهمه جدا في السنه الجديده. طاقه جذب تلم حواليك كل الناس النظيفه من جوه ومن بره. ومسكره حواجب بنيه هتسرحي بيها حواجبك يا حته عسليه، وتشبك الاصل الحاجب التاني. ونقوم جايبين الكونسيلر بتاعنا ونحطه تحت الحاجب على الجفن الثابت والمتحرك، وحطي حته فوق الحاجب يلا محدش واخد منها حاجه. ونجيب البيوتي بلندر اي سفنجة المكورة تكون مغسولة ومتعقمة كويس ومعصورة كويس. فكروني اقول لكم ازاي بعقم الادوات بتاعتي. وبالحنية والطبطبة دمجنا اللي فوق عينينا. بعد الدمج حسيتي باي تكتلات اي خطوط هتجيبي منديل وتحطي فيه البيوتي بلندر وتقومي مطبطبة تاني. لو نعرف ان الطبطبة دي حل مشاكل الدنيا كلها فيها. وبعد كده يا اختي تحطي المرطب، وبما ان انا بشرتي دهنية متنيلة بنيلة بيطلع لها حبوب، حطيت جل للبشرة الدهنية. الخطوة اللي جاية بقى سريعة ومنجزة، و5 ثواني هتكون الوش متشطب. حطينا كونسيلر تحت بداية العين وتحت نهاية العين وبين الحاجبين عند وسط الجبهة، وخط عند منتصف النوزة، وبرقوقة عند الدقن، وزحليقة تحت الخد ده، وزحليقة تحت الخد دوك، وخطين صغيرين حوالين الفم عشان نخفي اي اسمرار. اي نعم انا ما عنديش اسمرار، بس اهو نخفي وخلاص. ونقوم جايبين البالت القمر دي مية سلمى، هما مكتوب عليها 2 في 1، بس انا بالنسبه لي الحياه كلها هي فيها جزء كريمي وجزء بودر. انا هاخد الجزء الكريمي افتح لون وهاكد على الكونسيلر اللي انا حطاه. خلصنا كده؟ لا طبعا هنجيب اغمق درجة برضو من الكريمي، وجنب الخط الابيض هنعمل خطين نود او سود اي حاجة. هو ولا نود ولا سود، هو كونتور اصلا. قال يعني تشركة يعني كده بنصغر بيها مناخيرنا. وما ننساش البقلوزة اللي برسمها دي، قال يعني بعيني بحس ان هي معمول عليها سبوت بتبان كبيرة اكتر، بس ما علينا هو ده التكنيك الصح. وبدأت ارسم صجر كده عند دقني من تحت وعند قرطي من فوق، والتشركة دي بتحدد الوش، قال يعني وش صغنن. وفوق كل زحليقة من الابيض هنحط خط من اللون المشمشي ده. لا مالكيش دعوه بالالوان اللي بقولها، هو نفس الدرجه اللي حطاها في وشي هي. وتقومي جايبه الليكويد البلاشر ده بقى هو ده اللون المشمشي بقى. ده مش مشمشي ولا ما علينا نحطه فوق اللون البني اللي احنا حاطينه. شايفين كام خط حطيناه؟ وبكده يكون خلصنا خلاص لوك بابا نويل. اظن بابا نويل واضح على وشي جدا. بهزر يا رمضان، انت ما بتهزرش. وبعد كده اجيب البيوتي بلندر واقوم ادمج كل حاجه لونها ابيضه الاول اهو، طبطب على كل حته لونها ابيضه، وبعدين اي حته بنيه نطبطب عليها بالراحه وندمج يا حته عسليه بعيدا عن البندانه اللي باظت. احنا كده وحدنا لون البشره وكنترنا البشره ووردنا البشره في خطوه واحده. وقبل ما نبتدي في تكنيك العين احنا كده هنبصم، فلازم نحط لوز باودر اماندا او اي نوع انتي حباه، ومهم جدا ننزل ونخبط اي زوايد من الفرشه. خلاص حطينا للوش كله، نغمز غموزه كبيره ونحطها تحت عينينا، وقال يعني بنعمل طبقه عازله تنكنس بسهوله لو اي حاجه وقعت من تكنيك العين. والخطوه دي بقى بيطلق عليها بيكنج، وده عشان بتبقي شبه طبق الدقيق والبيكنج باودر لما يتكب عليك. شوفوا انا ما اعرفش انا بسقف ليه، بس مهم جدا نسقف في المرحله دي. قبل ما ابدا في تكنيك العين انا هعمل حاجه فانتازيا شويه، وقبل ده انا لا ميك اب ولا انا ارتست، يا ريت اي خطا نحاول نعديه ونراعي ان انا ببص في الموبايل ما معيش مرايه والنبي. وطالما بابا نويل لوجيك كده هناخد اللون الاحمر ونحطه في الركن الاخير من العين، وطبعا تشبك الاصل العين التانية. ولازم ولا بد يكون معاكي منديل تمسحي فيه الفرشه كل شويه عشان ما نليطش الدنيا. وناخد اللون الابيض ليه؟ علشان يجعل سنتنا بيضه ان شاء الله. حطيناه في الكورنر الداخلي من العين وتشبك الاصل العين التانية. وعشان نحدد العيون وتبقى مزنهره هنستخدم اللون الاسود اللي في البالت كايلاينر عشان تبقى منوره
ومقوره ويتشب عن شبك الاصل العين التانية. اي نو ان هو قرف، بس يا بتشي ولا تيأسي، كل حاجه هتبقى حلوه. وبسرعه نجيب فرشتنا تكون فرفوشه في نفسها كده وندمج بالبراوه كده، عارفه اغنيه اما براوه، ادمجي بالبراوه بالظبط، ويتشب عن شبك الاصل العين التانية. طيب سامعه من بعيد بالطبل والزغاريت واحده بتقولي عايزه العين تنور وتزنهر اكتر، لازم نمشي من تحتها بلون بني غامق او لون اسود زي ما تحبي. وهنا بقى هنستفاد بخطوه البيكنج اللي احنا حاطينها، وهنبتدي نكنس التلطيش بكل شموخ. لحد هنا انا عادي جدا واللوك عادي، ولسه ما فقدتش الجزء الصغير اللي من عقلي. اللي جاي ده بقى كله فانتازيا، اللي عايز يعمله يعمله، اللي مش عايز ما اسمعش حس. واخدت اللون الاخضر الزرعي وحطيته تحت عينيا. ليه؟ وده عشان ما جبتش شجره كريسماس زي بقيه البلوجر قلت ارزعها في عينيا. وشبك الاصل العين التانية. عارفين بقى النجوم الذهبيه اللي بتتعلق على الشجره دي هنحطها في مدمع العين نفس اللون. واوعوا تفتكروا ان انا مستبخله اجيب شجره كريسماس، لا، ده انا اجيب شجره كريسماس واجيب عرقسوس عادي جدا من النوع الكيتشيت ولا يهمني. واللي مش عارف موضوع العرقسوس هتلاقي اخر بوست في البيج بوست كده الناس بتقلش فيه عليا، بس ويمين الله انا شربته وغليته وبقيت زي القرد اهو قدامكم زي الفل. ومن هنا نخرج بنصيحه ان عادي العرقسوس يفضل معاك 9 سنين ولا يجراله حاجه. طب سامعه من بعيد بالطبل والزغاريت واحده بتقولي عايزه ازنهر وانور اكتر، حطي بقى بربرق احمر فوق الاحمر المط اللي احنا حاطينه، وشبك البربرق في العين التانية، وحته بربرقه بقى ابيضه في العين دي، وشبك الاصل العين التانية، ونكنس البيكنج والبربرق واي حاجه بقى نكنسها. شايفين الفايده المهمه جدا الخطوه دي. بنفنش خلاص، حطينا الكحل ونفس فستنا من الفيكس سبراي، لا فستكم انتوا، وواضح جدا على ملامح التوتر لان اول مره الزق رموش بنفسي. وهنا قد تم استخدام لزق اللانيل وقالوا لي ان ده احلى لزق للرموش. وقمت بصيت لتحت شويه وسنطرت ايدي في النص، لزقت اللي في النص واكدت على الجوانب لزقتها. يا سلام، وشبك الاصل العين التانية. وعلى الرغم اني ما بحبش احط لون احمر في بقي، بس بابا نويل بقى حطش يا بت لون احمر. هي جت على الشفايف فانتازيا يا بت وحطش بربرق. يلا ما تنسيش تحطي ماسكارا في رموشك اللي تحت عشان انا والنبي نسيت اصور لكم، بس انا حطيت. مش مهم دلوقتي. تعالوا بقى يلا بينا نعمل الفجأة ونشوف رد الفعل هيبقى ايه. قصدك هابي هالوين يا وليه؟ اتقي الله، احترمي نفسك واحترمي سنك شويه، ده اللي زي بيركبوا طقم دلوقتي. ما انا مركبه. يلا اهو من ضمن الخمه دي تخمينا.